تحلية رمضانية الروز بالحليب وبأبسط طريقة غادي نحضروا معكم في هذا الفيديو إن شاء الله. كيجي رائع ولذيذ ويعجب الكبار والصغار إن شاء الله. في طنجرة غادي نوضع كأس ديال الروز، روز عادي طبعا. غادي نضيف عليه 2 كيسان ديال الماء، ونغطي عليه ونخليه حتى يطيب تقريبا 90%. وهنايا بعد ما طاب لي الروز غادي نضيف عليه إترة الحليب ونحركو مزيان ونخليه تقريبا 10 دقائق حتى يطيب لي الروز مزيان. وهنايا بعد ما طاب لي الروز غادي نضيف كاس ديال السكر ونعاود نحرك كذلك. ومن بعد غادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال الحليب بودره، ودابا غادي نضيف عليه المسكه الحاره تقريبا واحد 4 الحبات صغيورين. غادي ندقهم مزيان ونضيفهم عليه ونحركهم مزيان كذلك تي يختلطوا لينا. وهنا عندي كذلك 2 معالق كبار ديال النشا، غادي نضيف عليهم كأس ديال الحليب ونخلطهم مزيان ونضيفهم على الخليط. هنا غادي نضيف النشا ومن بعد ما تقال عندي الخليط بنشا غادي نضيف معلقه نطفي العافيه ونضيف معلقه ديال ماء الزهر ونحرك ايضا باش يختلط لي ماء الزهر مع الروز. وغادي هنا نجيب زليفات ديال التقديم ونصب فيهم الخليط ديالي جربوه كيجي لذيذ ورائع ويستحق التجربة. وهنا غادي ندخلو الثلاجة تقريبا 2 ساعة ومن بعد
عاد نخرجو. وهنايا بعد ما وجد لي الروز غادي زينته بشويه ديال اللوز محمر، ممكن تزينوه بالبيستاج